كنزيدو الطبق الثاني هو محنشه كبيره بالحوت. كنحتاجو كيلو ديال الورقه ديال البسطيله. من الاحسن كنطلبوا السيد اللي كنشريو من عنده الورقه كيبيع لنا الورقه مستطيله. الا ما كانش كنقطعوا غير هذيك الطبقه الفوقانيه والتحتانيه ديال الورقه حتى كتولي عندها هذيك لا فورم مستطيله. كيلونس ديال السمك الابيض او على حساب اللي متوفر عند كل سيده. جوج حامضات خضرين مقطعين دوائر. بصله بيضه كبيره. 500 غرام كالامار مقطع دوائر. 500 غرام كروفيت منقي. ملعقه كبيره ثومه معصره. علبه من الفطر الاسود. علبه من الفطر المعلب. جوج معالق كبار ديال العطريه ديال الحوت. العطريه ديال الحوت ماشي العطريه ديال البسطيله، حيت كاينه عطريه الحوت والعطريه ديال البسطيله. معالق كبار ديال عطريه الحوت. ملعقه صغيره بزار. شويه ديال لاصوص بيكونت. الملح. باكيه من الشعريه الصينيه كبيره. 5 معالق كبار لاصوص صوجا لايت. وقبيطه صغيره ديال المعدنوس. غندوزو للطريقه. كناخذوا السمك الابيض اللي متوفر عند السيده وكندردروا عليه شويه الملحه وكنقطعوا عليه الحامض دواور وكندخلوه للفرن. فاش كيطيب كنعصروا عليه هذاك الدواور ديال الحامض اللي حطينا فوق منه كنحيدوا منه الشوك وكنفرسوه طريفات وكنحطوه على جانب لما وزدنا الحشوه الاخرى. كناخذوا مقلاة كبيره كنعملوا فيها كاس ديال الزيت عادي وكنخليوه حتى كيسخن مزيان. كنزيدوا البصله مقطعه طريفات صغار وكنخليوها كطيب هذيك البصله حتى كتولي دوغي كتمشي في الماء باش تجينا الحشوه ديالنا واقفه ما يجيش فيها الماء ويصدق لنا يا المحنشه يا البصيله ديالنا. كنزيدوا الكالامار دوائر. الكالامار خضر ماشي مسلوق ماشي كالامار دوائر خضر. كنزيدوه وكنخليوه يطيب واحد 7 ديال الدقائق. كنقصوا البوطه وكنخليوه يطيب. فاش كنديروا واحد سكين في هذاك الكالامار وكنحسوا به طاب كنزيدوا الكروفيت والملح والابزار. العطريه ديال الحوت. لاصوص بيكونت. الفطر الاسود اللي كنكونوا رقدناه في الماء الساخن وقطعناه طريفات صغار. الفطر المعلب اللي كنكونوا صفيناه وغسلناه مزيان. لاصوص صوجا لايت هذوك 5 المعالق ديال لاصوص صوجا لايت. المعدنوس وكنخليو الكل كيطيب مزيان حتى كيبان لنا داكشي طاب. في الاخير كنزيدوا الباكيه ديال الشعريه الصينيه اللي كنكونوا رطبناها في الماء الساخن وقطعناها. وكنزيدوا هذاك السمك الابيض اللي طيبنا في الاول وفرستناه اللي درنا بالحامض في الفرن. وكنخليو الحشوه كتشحر حتى كتنشف مزيان وكتوقف ملونه. دابا غادي نشرح للسيدات الطريقه اللي غادي نعمروا بها المحنشه ديالنا. كندهنوا لو بلون دو طرافاي ديالنا بالزيت ولا الرخامه وكنحطوا 5 الوراق وحده حدا وحده حدا وحده كنلاصقوهم مع بعضياتهم بالصفر ديال البيض وكيكونوا مدهونين بالزيت مزيان. طبقه كدهني الورقه الا سمحتي بالنسبه لهاد كدهني الورقه بالزيت. ما كنستعملش انا الزبده حيت اون جينيرال الزبده كيكون فيها الماء وكتفزق الورقه. لا في البسطيله ولا في المحنشه كنستعمل غير الزيت. كنحط الورقه ديالنا ديك الطبقه اللي كتكون خشينه كتكون الفوق والطبقه اللي تحت كتكون من تحت باش كتجينا المحنشه ديالنا ليس. وكل ورقه كدهنيها بصفر ديال البيض يعني وحده حدا وحده. كندهن الورقه غير بالزيت. دوك الجوانب ورقه مع ورقه كندهنها بصفر ديال البيض. الحشوه ديالنا خصنا نستعملوها تكون بارده باش ما تقطعش لنا الورقه. كنحطوا الحشوه في الوسط وكنبداو كنلفوا في ديك المحنشه ديالنا من التحت كنلفوا حنايا كنزيرو كيولي عندنا واحد البودان طويل وحنا كندهنوا بالزيت باش ما كتقطعش لنا الورقه. وكنبداو جايين وحنا كنطويو بواحد الشكل حلزوني وكنقادو في ديك المحنشه ديالنا حتى كتبان لنا ولات عندنا الشكل ديال المحنشه. كندهنوها بالزيت مزيان وكنحطوها في لاطه ديال البسطيله اللي كنكون دهناها بالزيت مزيان. كنسخنوا الفران ديالنا على 200 درجه وكندخلوها كطيب بشويه عليها باش كتبان لنا قريبه طيب. كنحكوا الفرماج احمر وكندردروها وكنخليوها مازال حتى كيذوب هذاك الفرماج وكنقدموها بالصحه والراحه. تقدر السيده تزيد الديكوراسيون اللي بغات. التزيين كيبقى اختياري. تبارك الله عليك.